لسه عماله افتكر المواقف اللي كانت ما بيننا، الايام الحلوه، الحاجات الحلوه اللي عشناها سوا، والذكريات دي عماله تطاردني وتنكد عليا. في الوقت ده انت لازم تفكر في نفسك وبس، انت رقم واحد. انا لازم احب نفسي قوي عشان خاطر اقدر اطلعها من اللي هي فيه. واكتر سؤال بسأله في الجلسات بتاعتي، الشخص ده كان بيديكي ايه؟ وعلى قد الإجابة اللي العميل بيقولها بنبدأ نشتغل من النقطة دي. لو قال لي كان بيديني الإحساس بالأمان، كان بيضحكني، كان بتديني السعادة، كنا بنخرج سوا، كنا نتفسح سوا، هقول لها ابدأي اعملي كل ده بس لنفسك انتي، مع نفسك انتي، مش الشخص اللي كان بيبسطك. الحاجات اللي كنتي بتعيشيها أو الجو اللي انتي كنتي عايشة فيه ده هو اللي كان بيبسطك أكتر. الانسجام مع الشخص ده هو اللي كان بيبسطك. انت محتاجه تنسجمي مع روحك. لو قلتي لي او لو قال لي او لو قالت لي دي كانت بتونسني، يبقى انت محتاجه تونسي روحك. احنا بنبقى ناسيين نفسنا، ناسيين ان احنا من جوانا مهما كبرنا في طفل صغير محتاج انه يتحضن ويتحب ونصاحبه ونونسه ونلعبه ونخرجه، بنبقى ناسيينه تماما. جه الشخص ده فكرنا بيه وحبه واداله اللي هو محتاجه، وبعدين فجأة راح سايبه او ما بقاش بيديله اللي هو عاوزه، فالطفل اللي جوايا عمال يعيط. يبقى انا اعمل ايه ساعتها؟ لازم اخد بالي من الطفل ده. وبنبدا فعلا في جلساتنا نتخيل الطفل ده ونبدا ان احنا نتعامل معاه كانه فعلا موجود. وانا كشخص بالغ كبير ببدا ادي الطفل اللي جوايا كل اللي هو محتاجه.